عملت خيمة وقعدة رمضانية مش هيقعدوا إلا فيها في رمضان، وجابت ديكور من السعودية وما سابتش ركن في الشقة إلا وزينته وفردت الخيامية وبتفكر تعملها عباية كمان. لولو بعد ما قصقصت الورق ولزقته بالدقيق وقررت تعيش هي وعيالها رمضان زمان، فجأة قلبت شقتها لخيمة رمضانية وفاجأت محمد وشقتهم كل سنة بديكور رمضاني مختلف. يا ترى السنة دي عملت ايه؟ وليه قالت انها بتحب الديكور الاوفر؟ لولو جمعت عيالها وقعدوا في الأرض وكانت بتغني لهم افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان اهو نور فوانيسه، وهي بتقصقص الورق وجنبها طبق الدقيق اللي بمية بتلزق بيه. لولو على قديمه خالص. العيال فرهضوا منها وقالوا لها تعبنا كنا اشترينا الزينة جاهزة، لكن لولو ردت وقالت لهم أنا لازم أعيشكم رمضان زمان بأجواءه الجميلة، ما كناش بنحس برمضان إلا لما نعمل الزينة بورق ونلزقها بالدقيق. العيال بقت مش طايقة نفسها، دي ايه ومية ايه هو احنا بنخبز؟ لكن لولو بكل تلقائية قالت لهم يا لهوي عليكم انتوا مش بتعجبكم حاجة زي ابوكم؟ وزي ما تقولوا كده لولو تعبت والعيال صعبوا عليها وقررت تروح تطلب من محمد فلوس علشان يشتروا زينة رمضان، لكن للأسف رفض وقال لها انسي، ادعي بس ان الفلوس اللي معايا تكفينا للأكل. لولو خرجت نفسها من الموضوع وفهمته ان الفلوس والزينة دول مش لها، ولكن العيال هم اللي عايزين يشتروها ويشتروا فوانيس كمان. لكن محمد ما قدرش يستحمل وخد بعضه وساب لهم البيت ونزل. لولو مش هتغلب ومفيش حاجة بتقف قدامها وبتتصرف دايما، ومواقف كتير حصلت وأثبتت ده. فجأة ظهرت وهي بتعلق زينة وقررت مش هتزعل عيالها وهتفرح وتفرحهم بالشهر الكريم. لولو رمت كل الزينة الورق اللي قصقصوها ولزقوها وقلبت البيت وحولته لخيمة رمضانية زي ما بيقول الكتاب، ما سابتش ركن ولا أي حتة في البيت إلا وزينته وحطت فيه ديكورات رمضان اللي في منتهى الشياكة، حتى المطبخ كمان والطرقة اللي من باب الشقة لحد الريسبشن خلتها زي زينة الشارع بالظبط، صفوف صفوف ورا بعض. البعض ممكن يعمل جزء من الشقة أو ركن معين، لكن لولو زينت كل الشقة لدرجة إنها فكرت تعمل عباية من الخيامية كمان. والأهم إن اللي يشوف عيالها وهم بيعملوا زينة الورق والزهق اللي كانوا فيه ما يشوفهمش وفرحتهم مش سايعاهم بالزينة والديكور التاني. لما دخل محمد من باب الشقة اتفاجئ وسأل نفسه إيه الجو الرمضاني الجميل ده، وده لأن لولو عملت قعدة عربي في الأرض بالخيامية والكليم والأنوار، حتى الستارة عملتها خيامية كمان. فدخل محمد ينبهر وفرح جدا بالأجواء دي رغم إنه كان رافض يديها فلوس تجيب. ودخل محمد يقعد في القعدة الرمضانية دي وده لأنها كانت في مدخل الباب، وقال لما تصور صورة وانزلها على الفيسبوك لاصحابي. لكن فجأة لولو جت من جوه وبعلو صوتها بتقول انت بتعمل عندك يا حبيبي؟ محمد قال لها هكون بعمل ايه يعني؟ باخد صورة علشان اعرف الناس اني عملت زينة رمضان. لولو ما قدرتش تمسك نفسها وقالت له انت هتكذب من اولها كده واحنا داخلين على رمضان؟ هو انت عملت حاجة؟ ايدك بقى على 500 جنيه تمن الحاجات اللي جبتها دي. الحقيقة كل اللي حصل ده مشهد تمثيلي لطيف زي ما لولو ومحمد متعودين، ولكن هما زي كل سنة علقوا زينة سوا ونشروا فيديو على قناتهم على اليوتيوب بتفاصيل اليوم خطوة بخطوة. لولو ست موفرة بتحافظ على حاجتها جدا وطلعت الزينة بتاعت السنين اللي فاتت كأنها لسه جديدة، ومش كل سنة هتجيب يعني، وشالت العفش من مكانه وغيرت نظام الشقة تماما علشان زينة رمضان. لولو قالت انها بتحب الديكور الاوفر، ولكن السنة دي اشترت بعض المفارش الترندي الرقيقة وعملت ركن كلاسيكي شوية وهادي، كمان جابت شوية ديكورات من السعودية مخصوصة مش موجودة في مصر. رأيكم ايه في ديكور لولو الرمضاني السنة دي؟ وده احلى ولا السنة اللي فاتت؟